السلام عليكم. الحقيقة وانا وبجهز للوركشوب دي سألت كتير من زمايلي اللي في التخصص واللي بره التخصص عن ايه الاكتيفيتيز اللي بتاخد وقت او جزء كبير من وقتهم. لقيت انه كتير عندهم امتحانات، سواء في الست شهور اللي جاية او السنة، واللي ما عندوش فهو بالتأكيد بيعمل presentations كتير، teaching و bedside teachings برضو حاجات كده كتير. واكيد كلنا بنقرا كتير بروتوكولز جايد لاينز ابديتس، وده غالبا بياخد جزء كبير من يومنا بصوره دوريه. انا محمد عزت. انا بيدياتريك انتنسيفست في مستشفى جريت اورموند ستريت هوسبيتال في لندن، والنهارده انا هشارك معاكم ازاي بستخدم الاي اي في الكلينيكال كونتكست. My promise to you النهارده هو ان شاء الله ارجع لحضراتكم اكتر من نص الوقت اللي بتقضوه في الاكتيفيتيز دي عن طريق الوركشوبس او الورك فلوز اللي احنا هنشوفها سوا مع بعض. بس في البدايه خليني احكي لكم قصه الدكتوره مريم. دكتوره مريم كانت قاعده في الشيفت بتاعها، كان نايت شيفت الساعه 2 بالليل. يعني في البدايه الامور كانت هاديه لحد ما دخل عليها طفل عنده 13 سنه ودرجه الوعي بتاعته قليله. عملت له سكر لقيته عالي جدا، بصت على الكيتونز لقيتها to the roof. بتاخد هيستوري من الام، قالت لها انه دي تاني مرة يتحجز في المستشفى بسبب غيبوبة السكر. طبعا في الوقت ده بدأت على طول المانجمنت بتاع الدي كي، بس الحقيقة كان في مشكلة انها ما كانتش فاكرة بالظبط امتى بنبتدي الانسولين ثيرابي. كمان كانت عايزة تبص على البروتوكول وتتأكد انها ماشية بالظبط على الخطوات وكل حاجة مظبوط علشان ما تبقاش ناسية اي حاجة. دكتورة مريم راحت لتشات جي بي تي وسألته، وطلع لها إجابة شكلها جميل، شكلها منظم. بس السؤال بقى هنا، تفتكروا دكتورة مريم تقدر تاخد اكشن على الاوتبوت ده ولا لا؟ لا. ليه لا؟ صحيح. كويس. ف- فكل ده بيخلي الشات جي بي تي ليميتد الى حد ما في الرياكشن. We have to take care what is the answer. صحيح. It should be postulated should be accommodated to the our condition, our environment. مظبوط. طبعا زي ما الدكتور قال، هي ما عندهاش كنترول على الريسورس بتاع الاوتبوت ده، هي مش عارفه بالظبط الكلام اللي جاي ده جاي منين، ودي مشكله كبيره بتقابلنا. وهنا يجي دور اول ورك فلو معانا هنشوفه. الورك فلو ده هيساعدنا ازاي نستخدم الاي اي for clinical decision support بطريقه سريعه وفي نفس الوقت بل الاهم كمان سيف. طيب، اي حاجه انا بعملها دلوقتي هي دوبل على الموبايل، بس انا عشان فاتح اللاب فهنشوفوا معايا الانترفيس على على اللاب، لكن احنا اي حد ممكن يطلع الموبايل دلوقتي ويمشي معايا. انا هنا فتحت نوت بوك ال ام. ده موقع موجود عن الاي اي، او بيستخدم تول من النيو اي اي تولز اللي موجوده حاليا، والحقيقه هو قوي جدا وهنشوف قوته دلوقتي في ايه بالظبط. مش عارف اسمه نوت بوك ال ام. موجود مش دلوقتي، لا مش هنا، بس خليني هكمل. يعني لو عملنا سيرش على جوجل هيطلع على طول نوت بوك ال ام. لو بصينا بالطريقه دي، نوت بوك ال ام، ده هيكون الانترفيس اللي بيطلع. طبعا انا هنا عامل نوتس اوريدي كرييتد فهي اللي ظاهره حاليا معانا. في الاول هتحتاج تساين ان، وبعد كده بتيجي من هنا بتكرييت نوت من التاب دي. انا دلوقتي هوريكم اوريدي نوت انا اوريدي كرييتد علشان بس ما ناخدش وقت في اللودنج بتاعها. خليني سريعا كده اشرح لكم ايه الانترفيس اللي احنا شايفينه عشان نبقى عارفين ده بيعمل ايه. ده كده انا جوه نوت من النوتس اللي انا اوريدي عملتها، فاعتبر ان دي النوت بوك بتاعتك. عندك ثلاثة مين سيكشنز. اول سيكشن على الشمال اسمه سورسز، وده اللي بتقدر تابلود عليه الريسورسز بتاعتك زي ما هنشوف حاليا.
ده فور اكزامبل دي ريسورسز انا اوريدي عملت لها ابلودنج قبل كده. فده تمام. تاني سيكشن والكبير اللي احنا شايفينه ده اسمه الشات انترفيس، وده الجزئيه اللي انت بتقدر تتكلم فيها مع الاي اي وبيطلع لك اوتبوت وردود بناء على الريسورسز دي، الريسورسز بتاعتك. واخر جزئيه هنا الاستوديو، وده الماجيك كله هنشوفه. هنا بتقدر تجنريت نيو كونتنت بنيو ديفرنت فورماتس عن اللي انت طبعا الريسورس اللي انا حاططها دي كلها تكست، بس تقدر تستخدم الريسورس التكست ريسورسز بتاعتك عشان تكريت كونتنت زي ما هنشوف من شويه. طيب انا دلوقتي يهمني احنا نفهم الورك فلو، وبعد كده التطبيق نفسه في فيديوهات تانية هديها لكم بعدين ممكن نابلاي ستيب باي ستيب. اهم حاجه ابقى متفهم او متصور ايه اللي بيحصل، وازاي انا ككلينيشن ممكن استفاد بتول زي دي اون ذا سبوت في العياده، في الرعايه، في الاستقبال، wherever انا فين. طيب انا هنا جيت رفعت تراستد. طبعا دي نقطه مهمه. اول حاجه الريسورس اللي انا هحطها لازم تكون تراستد ريسورسز، لان وات ايفر هيبقى جنريتد، وات ايفر الاوتبوت اللي هيطلع لي هو هيطلع لي بناء على اللي انا حطيته. فانا لو مش متاكد قوي من الريسورسز بتاعتي، بالتاكيد الاوتبوت اللي هيطلع لي مش هيكون بنفس القوه. هنا انا حطيت النايس جايد لاينز بتاعت البيدياتريكس والنيونيتس، التو ريد فايلز دول. الازرق ده هقول لكم عليه دلوقتي. وجيت سالت في الشات انترفيس، جيت سالت اول سؤال قلت له when to start insulin therapy for DKA management. طيب for context الفولدر ده سوري الفايل ده هو النايس جايد لاين بتاع البيدياتريكس، حوالي 500 صفحه. within كل الكتاب الكبير ده الجزء بتاع الدي كي اي مانجمنت. فانا هنا بس جيت سالت في الشات انترفيس طلع لي بالظبط ردود. انا مش عارف انتوا احنا مش قادرين نشوف. كويس كده، لو كده احسن، شايفين كويس صح؟ هنا طلع لي الاجابه. ماشي، مش هقرا كل ده طبعا، اجابه مختصره. هو قدر يبص على الريسورسز بتاعتي ويقراها ويكستراكت الاجابه دي من الريسورسز اللي انا حاططها. النقطة الأقوى في الموضوع إن هو حاطط لي citation هنا. يعني هنا بيقول لي for children and young people كذا 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 ال insulin therapy should be started 1 to 2 hours after commencing ال IV fluids which is الإجابة اللي أنا كنت بدور عليها. الأحلى من كده مش إن هو طلعها لي بس بالسرعة دي، إنه كمان حاطط لي reference هنا السايتيشن ده. لو أنا ضغطت عليه هو actually بيوديني للحتة في الريسورس بتاعتي اللي بتجاوب السؤال ده بالظبط. هنا زي ما احنا شايفين هو ده بالظبط الجزئية اللي متجاوبة. ولو ضغطنا على اي سايتيشن بيطلعها لك بالطريقة دي، وكمان هايلايتد، فتقدر تبص عليها وتتأكد ان هي دي بالظبط ماتشنج السؤال بتاعك ولا لا. طيب هكمل بنفس الطريقة دي. فرضا انا مثلا جيت هنا عايز اسمرايز الانتاير دي كي اي مانجمنت بروتوكول، راح عمل لي ايه؟ طلع لي سمري كامل عن الالجوريثم اللي موجود اوريدي في التكست او في الكتاب اللي انا حاطه بالطريقه اللي احنا شايفينها. وبرده حاطط لي سايتيشنز تحت او بجانب كل جمله هو حاططها وكل فاكت، وانا اقدر ادبل تشيك ده. انا مش عايز بس اجو ديبر علشان الوقت في الحته دي، لكن اهم حاجه وي جيت ذا ايديا. طيب بعد كده عملت ايه؟ جيت انا هنا في الاخر خالص تحت الاجابه انا شايف التاب دي مكتوب عليها سيف تو نوت. لما بضغط عليها هو بيحطها لي في السكشن ده في الاستوديو بتاعي اللي اتكلمنا عليه من شويه. فانا جيت الحته بتاعت السامري بتاعت البروتوكول ده اتسيفت لي هنا. لو ضغطت عليها هتطلع لي بالطريقه دي. ادي هي دي الاوتبوت بتاع الشات، بس انا هنا خدته من الشات وحطيته في النوت علشان اقدر اادت الفايل ده وجنريت نيو كونتنت عليه. طيب بس كده؟ لا مش بس كده. ممكن اعمل ايه كمان؟ هروح علشان اقدر اجنريت نيو كونتنت على دي، باجي هنا بكونفرت تو سورس. وانس ضغطت على convert to source بيوصلها لي هنا، بتبقى included الانسر او الاوتبوت اللي جالي من الكونفرزيشن بتاعتي معاه، ببقى حطيتها في الريسورسز سيكشن بتاعتي. طب ليه ده مهم وليه ده كويس؟ علشان بقدر اجنريت نيو كونتنت عليها. طب تعال نشوف انا عملت ايه. مبدئيا هو انا اي حاجه عايز اعملها انا عندي ريسورسز كتير ممكن ابلود هنا، فمهم ان انا اختار بالظبط انا عايز انهي ريسورس
اللي هشتغل معاه. فور اكزامبل انا مثلا كان الكونفرزيشن بتاعتي دي عن انا عارف ان ده بيدياتريك كيس، فلما جيت كتبت السؤال علمت بس على البيدياتريك جايد لاين، الريسورس الخاص بالكويري بتاعتي، بالحاجه اللي انا بسال عليها. فمش هعمل التشيك دي، مش هعملها كلها، هعمل بس على الريليفنت ريسورس اللي انا بستخدمه. طيب انا دلوقتي هروح للجزئيه دي، للاوتبوت اللي طلع لي من هنا، واروح اعمل حاجه لذيذه جدا هتساعدني قوي، هجنريت عليها من الاستوديو حاجه اسمها مايند ماب. طيب تعالوا نبص كده ايه المنظر اللي طلع لي. ادي المايند ماب دي. المايند ماب دي طلعت لي على رده هو على سؤالي لما قلت له اديني السمري، واداني السمري وحولته از ريسورس، خليته في الريسورس سيكشن بتاعتي، وبعد كده حولته المايند ماب. نبص عليها كده هنا. ادي هو كاتب لي الدي كي اي مانجمنت ومديني هيدلاينز هنا recognition and assessment. لو ضغطت على الزرار ده بيطلع لي further sections من التري الكلينيكال ساينس، لو ضغطت عليها وهكذا. تيجي تبص تلاقي ان الموضوع او السمري او الريبورت اللي طلع لك كله بصوره مايند ماب، وكمان هي دايناميك فتقدر تاكسباند او تقفلها بالطريقه اللي تحبها عشان يبقى سهل ان انت تقدر تشوفها وتبقى ريفرنس بسهوله. لو جيت ضغطت على اكسباند اول بالمنظر ده، هو ده كل المايند ماب، يعني المايند ماب دي لكل الاوتبوت اللي طلع لي. فهو عمل ريستراكشرنج كامل للكونتنت، بدل ما هو ضل وتكست وممكن لما اجي اوصل لاخره اكون نسيت اللي اوريدي فوق. فانا بالطريقه دي شايف مايند ماب كبيره اقدر امشي فيها زي ما انا عايز، تسهل عليا عمليه الاستذكار، وان انا ابقى شايف اوفر فيو، بقى متاكد ان الشغل اللي انا ماشي عليه ماشي مظبوط. طبعا حاجه فيري هاندي فيري كويك اقدر استخدمها في الكلينيكال سيتنجز، بروفايدد ان انا اوريدي حاطط الريسورسز بتاعتي من البدايه، وعارف انا ايه الحاجات ايه الانفايرمنت اللي انا فيه والفيلد اللي انا بشتغل فيه كتير والكيسز اللي ممكن اقابلها، وبناء عليه حاطط الريسورسز واقدر يعني اتشات معاها بالصوره اللي شفناها. طيب هنا كده شفنا اول ورك فلو ازاي يسعفني لو انا واقف في هاي يعني ستيكس انفايرمنت. لو رجعنا ده ملخص اللي احنا عملناه، هحطه لكم از ريفرنس عشان نبقى فاكرين بالظبط ايه الخطوات وما نتوهش عن اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيه. هنا دكتوره مريم بعد ما مشيت على الورك فلو بتاعنا وتاكدت انها ماشيه على البروتوكول بتاع الدي كي اي مانجمنت بالظبط ومش ناسيه اي حاجه. طيب يوم 1/4/2025 كان بالظبط فاضل حوالي 9 اسابيع على امتحان الكلينيكال ام ار سي بي سيج، وانا كنت قاعد بفكر هل ادخل الامتحان ولا لا، بالاخص ان انا كنت كل شويه عمال باجل الخطوه دي. بالمناسبه هو كان نايت شيفت برضه. ساعتها قررت ان انا هدخل الامتحان، والمفاجاه جت لما بدات التحضير. وقتها لقيت ان الوقت اللي قدامي مش كفايه، وانه الطرق الكونفنشنال غالبا مش هتساعدني ومحتاج حاجه مختلفه. وهنا يجي دور تاني ورك فلو معانا، وهنبتدي نشوفه سوا. الورك فلو ده هو هيورينا ازاي نستخدم الاي اي بصوره مناسبه لينا وظروفنا كاطباء علشان نذاكر بسرعه وبطريقه efficient. خلينا نشوف بنعمل كده ازاي. طيب نوت بوك ال تاني، اتكلمنا على الانترفيس وعارفين كل حاجه فين. انا هنا عملت ابلود للريسورس which is البيدياتريك جايد لاينز، النايس جايد لاينز، نفس الريسورس اللي فات. فلنفترض ان انا هذاكر من الريسورس ده. طيب انا دلوقتي كنت عايز اذاكر الكاردياك اريثميز، بس ده كتاب 500 صفحه، فانا لو جيت علمت عليه بس وجيت حاولت اعمل اي حاجه من اللي احنا شفناها هنا على اليمين في الاستوديو، هو هيجنريت اوفر فيو على كل حاجه. طب انا عايز الكاردياك اريثميز بس. جيت اولا، هو مبدئيا هو انا كنت عامل ابلود لده بس الاولاني، هو ده الريسورس بتاعي، ده اوتبوت هنشوف انا جبته ازاي. فجيت علمت عليه، وبعد كده جيت هنا في السكشن بتاع الاستوديو. من الفيتشرز اللي احنا شايفينها هنا ومن الحاجات المهمه اللي هتكلم عليها دلوقتي هو الريبورتس. لو جيت ضغطت على الريبورت هيطلع لي ده templates للريبورتس could be generated من الاوتبوت بتاعي في فورمات
الجزء او اللي هو السطر الاولاني ده، دي حاجات حاجات ثابته، بريف دوك، ستادي جايد، بلوج بوست، او كرييت يور اون. وبعد كده اللي تحته ده لو خدنا بالنا هو عمل لودنج شويه علشان يطلع، لان ده اوتوماتيكلي طلع بعد ما الاي اي قرا الريسورس بتاعي وتوقع what type of content could be generated من الريسورس بتاعي انا. فلو جيت قريت هو قال لك management protocol review, emergency triage analysis, symptom recognition guide, clinical assessment overview. انا ما قلتلوش لحد دلوقتي ان انا اعمل له ابلود لميديكال فيلد، هو عرف، هو قراها وعرف، فتصور ايه ممكن ريبورتس تبقى جنريتد بناء على الريسورس ده، وبناء عليه طلع لي السجستشنز دي. بس انا مش هختار منهم اي حاجه دلوقتي، انا هكرييت ماي اون. وهنا جيت زي ما انا شايف هنا ده السبيس ده ممكن يبقى ده انستراكشن كاستمايزبل انستراكشنز ممكن اكتبها علشان اشرح له بالظبط هو انا عايز ايه. فانا جيت هنا عملت الفايل او الاوتبوت ده اللي احنا شايفينه اخر واحد. وانا لو وريتكم الكاستم برومبت هو ده اللي انا كتبته علشان يطلع لي الفايل ده. كتبت له ايه؟ create a summary learning material just for the following chapter الكاردياك arrhythmias. طبعا انا هنا كنت عامل تشيك على الجايد لاين او الريسورس بتاعتي. لما عملت كده طلع لي الفايل ده. الفايل ده لو جينا بصينا هو بس بيتكلم عن الكاردياك arrhythmias من الريسورس بتاعي، عمل لي تلخيص زي ما انا بالظبط طلبت. طيب بس كده؟ لا. ايه بقى النقطة المهمة والنقطة المميزة في الموضوع؟ ان انا جيت وحولت ده الفايل ده، عملت له اكسبورت تو دوكس فطلع لي في فايل وورد، وبعد كده رحت حطيته في الريسورس سيكشن بتاعي هنا اللي انا دلوقتي علمت عليه دلوقتي. طيب ايه الحلو في ده؟ ان انا اقدر اجنريت كونتنت على دي. بس جيت عملت ايه هنا بقى؟ هنا بقى الجزئيه المهمه. جيت رجعت للاستوديو ورحت عملت اوديو اوفر فيو. طبعا انت ممكن تختارها على طول، بس انا بختار القلم ده علشان بيديني كاستمايزيشن فيتشرز ممكن استخدمها. وهنا زي ما انا شايف اداني different formats. دي ستاندرد، ممكن ديب دايف او بريف ولا كريتيك ولا ديبيت. تختار اللينث زي ما انت شايف هنا اللانجوج، وبرده في كاستم انستراكشنز ممكن تكتبها هنا علشان توصف انت عايز ايه بالظبط. طيب خليني اوريكم اللي طلع. انا دلوقتي طلعت الاوديو اوفر فيو وهنسمعه سوا دلوقتي. I want you to picture a scenario. It's a standard Tuesday in the emergency department. You know, Okay. chaos is the baseline alarms, gurneys, people everywhere. But then the double doors swing open, paramedics wheel in a stretcher, and the whole room just goes completely silent. That silence is universal, isn't it? It happens because on that stretcher isn't a 60-year-old with chest pain. It's a child. And you're deteriorating. طيب اللي احنا سامعينه ده That shift in the room, it's palpable. I think for most people, even بودكاست تايب ما بين اتنين بيتكلموا، انا ما اعرفش عنهم اي حاجه، هم بيشرحوا الكونتنت والريسورس اللي انا عملت له ابلود. بس مش دي مفاجاه. you know, seasoned medical pros treating a critically ill child feels fundamentally different. It's not just the emotional. المفاجاه بقى ان انا هجوين الكونفرزيشن دي دلوقتي. Right? It's the physiology, right? It is entirely different terrain. Yeah. With an adult, you have a mental flow chart that's pretty forgiving. You think heart attack, blocked artery. Oh, wait. Someone wants to join. Hey, go for it. What are you all talking about today? That is a wonderful question. Thank you for jumping in. Welcome. We are getting right into it. We are diving into pediatric cardiac arrhythmias. Basically, how to quickly diagnose and manage an abnormal heart rhythm in a child. انا مش عارف الصوت واضح ولا لا، بس هو اكشلي رد عليا. هو لو انا ماشي معاه وفي نقطه انا مش فاهمها، وانا ممكن اخش واكلمه واساله واقول له كلاريفاي دي، او عيد الحته دي، او قولها لي بطريقه تانية، او انت تقصد ايه من اللي انت قلته قبل كده. والناس ريسبونسيف وبيرد عليك، هو بيانالايز الكلام ده بيكمل معاك الموضوع. فهو دلوقتي الاكسبيرينس بدل ما بقت جاست باسيف اكسبيرينس انا بسمع الاوديو، وانا اكشلي بجوين الكونفرزيشن، وتحولت لاكتيف ليرنينج، يعني ميثود ممكن استخدمها ومش محتاج ابقى اكشلي قاعد بذاكر. هو انا ممكن اجنريت الفايل ده
وانا ورايح الشغل، وانا في الشغل في وقت معين، وانا في الجيم wherever، اقدر اجوين كونفرزيشن زي كده واسمع عن بريف عن توبيك معين انا مثلا عايز احضر له بطريقه معينه بس ما عنديش وقت كبير، فممكن اعمل ده واجهزه، وفي وقت معين انا عارف ان انا الوقت ده اقدر اسمع فيه اوديو، اشغل حاجه زي كده واسمعها وجوين الكونفرزيشن واحول الاكسبيرينس دي لاكتيف ليرنينج اكسبيرينس. طيب هل بس كده؟ لا، اكشلي انت لو خدنا بالنا هنا في الاوديو اوفر فيو، هو انت ممكن تختار اللغه صح؟ and guess what بقى، واكشلي في عربي ومش عربي عادي، هو اكشلي مصري، وده اللي انا عملته هنا في نفس الفايل. خلونا ناخد ملخص سريع لأحدث الإرشادات الطبية في التعامل مع اضطرابات ضربات القلب عند الأطفال. المصادر دي بتقدم دليل عملي للدكاترة في الطوارئ، لأن كل ثانية بتفرق حرفيا في حياة طفل، وعشان كده الطريقة بس النقطة اللي محتاجين نبقى عارفينها انه مفيش interactive مود مع اللغات التانية غير الانجليش، يعني مش هقدر اجوين الكونفرزيشن هنا، ممكن بس اجوين الكونفرزيشن لو هي انجليش، لو هي عربي مش هعرف. طيب هل بس كده؟ لا مش بس كده، انا اكشلي ممكن احول ده even لفيديو. طبعا انا عملت إن الفيديو. التعامل مع اضطراب نظم قلب طفل يمكن يكون من أصعب المواقف اللي بتمر على أي حد في المجال الطبي. كل حاجة بتحصل في ثواني، والقرار سلاحنا في اللحظات اللي كل المحوري. وبعدين هنحلل كل سيناريو لوحده. الأول تسارع القلب في مركب ضيق. انا بس بمشي عشان ده معناه إن الكهرباء جاية تشخص غلط بسهولة على إنها برقم نضاعف الجرعة على طول لميتين. مش بس اوديو، كمان ممكن فيديو وي اد مور فيجوالز، وكل ده ممكن استخدمه في صالحي ان انا اجنريت الكونتنت ده وابقى عارف انا امتى ممكن اكونسيوم حاجه زي كده لو انا شورت ان تايم. طيب هل بس كده؟ لا، انا اكشلي عملت كمان مايند ماب علشان ممكن اسمع الفيديو الاوديو اوفر فيو في ديد تايم مثلا وقت الشغل او حاجه، وممكن في نهايه اليوم ابص على المايند ماب، فكده ابقى عملت لينك للكلام اللي انا سمعته اوريدي وبصيت عليه بديفرنت فورمات، وده هي سوليديفاي الايديا اكتر او الانفورميشن اللي انا عديت عليها اكتر واكتر. طيب هل بس كده؟ لا، ايه كمان ممكن اعمل؟ ممكن اجنريت فلاش كاردز لنفس التوبيك لنفس الريسورس. عملت فلاش كارد زي ما احنا شايفين كده، ادي بيجيب لك البوينت او التوبيك، ولو ضغطت عليها بتلاقي الانسر بتاعتها وبتمشي. وهو هنا عمل حوالي 66 كارد زي ما احنا شايفين، وتقدر تداونلود ويبقى عندك. ففي نفس على كل ده على نفس الكونتنت هو عمل لك different formats تخليه سهل عليك ان انت تقرا الماتيريال وان انت تفتكرهم حتى لو انت شورت ان تايم، لان زي ما احنا شفنا ده ممكن يبقى انتجريتد في يومك بصوره سهله. طيب ايه كمان؟ ممكن اعمل كويز، وهنا يجي نقطه مهمه جدا. ايفن للدكاتره اللي بتحضر امتحانات للطلبه بتاعها، ده ممكن يبقى تول يساعدك ان انت تجنريت يعني question bank ممكن الطلبه تستفيد بيه ان هي تتمرن من خلاله على مدار السنه، او ايفن ممكن يساعد كمان في الامتحانات. والجميل ان انا ممكن اروح هنا للشات واساله even more specific يعني questions. انا هنا جيت قلت له using the single best answer format، ودي international يعني فورمات متعارف عليها في الام سي كيو اكزامز. قلت له create بقى comprehensive list of questions for this file، ومشي على نفس الانستراكشنز اللي انا قلت له عليها. زي ما انا شايف كده السؤال والاجابه، وحاطط لي سايتيشن زي ما شفنا، اقدر جو باك واتاكد وفيريفاي السايتيشن دي، اتاكد ان هي بالظبط زي ما انا يعني عايز، وكمان ماشيه بالظبط زي ما الريسورس بتاعي بيقول. طيب انا كده شفت كذا طريقه ممكن اجنريت بيها كونتنت يساعدني لو انا ما عنديش وقت كافي، او ايفن عايز اذاكر بطرق جديده ومختلفه وتساعدني في ان انا اثبت المعلومه عندي. ده الملخص اللي احنا عملناه برضو علشان يبقى سهل ويبقى ريفرنس ليا في اي وقت ان انا ابقى فاكر بالظبط بعمل ايه وهاو تو انتجريت في يومي. وهنا ده نفس الورك فلو بس عشان اجنريت اكزام كويستشنز. وده انا وبسمع اوديو اوفر فيو في الديد تايم بتاعي وبستغله في ان انا كنت بذاكر. الوقت عدى ودخلت الامتحان والنتيجة طلعت ونجحت.
نجحت بعد بالظبط شهرين تحضير. ودي تقريبا نص المده اللي اغلب الناس بتاخدها علشان تجهز للامتحان ده. الحقيقه انا بشارككم القصه دي لان ده بروف ان الشغل ده بجد فعال وبيأثر وبيفرق في شغلنا وفي وقتنا لو مشينا عليه. ده ياخدني لقصه دكتور سليمان. بعد ما خلص عيادته الصبح في المستشفى افتكر ان عنده برزنتيشن تاني يوم للطلبه بتوعه عن البيدياتريك ARDS. بس المشكله انه البرزنتيشن ما كانتش جاهزه وكان يومه زحمه جدا وما كانش عنده وقت ان هو يشتغل عليها غير بالليل. فراح لتشات جي بي تي وقال له create a presentation about pediatric ARDS. طلع له اوتبوت شكله جميل كالعاده، منظم ومرتب. بس السؤال، تفتكروا دكتور سليمان يقدر يستخدم الاوتبوت ده ولا لا؟ presentation لا. ليه؟ صح، وهتحتاج تedit كتير قبل ما توصل للاوتبوت. غالبا هيكونسيوم منك وقت اكتر من الوقت لو انت بدأت تعمله. وهنا هيجي دور تالت work flow معانا اللي بستخدمه علشان اجنريت برزنتيشن زي ما انا عايز يعني الكرايتيريا بتاعتي وفي نفس الوقت بطريقه سريعه. طيب يلا بينا نشوف بنعمل ده ازاي. هنروح لتالت work flow، نوت بوك LM تاني، بس المره دي مش هبتدي بيه. المره دي هروح ابتدي بتشات جي بي تي. هيساعدني في حاجه مهمه جدا هنعرفها دلوقتي. دي الانترفيس بتاع تشات جي بي تي اللي احنا كلنا عارفينها. انا بس بدات معاه كونفرزيشن عشان اختصر الوقت. هنا انا عملت ايه؟ انا خلينا فاكرين انا عايز ايه. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اطلع برزنتيشن عن البيدياتريك ARDS. فروحت اول حاجه عملتها، عملت ابلود للريسورسز بتاعتي. وده الخطوه الطبيعيه اللي انا بعملها لما باجي اجنريت اكريت اي برزنتيشن، ان انا بشوف ريسورسز وببتدي اقرا الريسورسز دي واكستراكت منها بوينتس ونوتس، وبناء عليه ابتدي ابني البرزنتيشن. فانا جيت حطيت الريسورسز اللي انا هشتغل عليها، هم دول 3 بيبرز بيتكلموا عن الباثوفيسيولوجي بتاعت ARDS. وجيت هنا كتبت له برومبت جميل. لو قرينا بس الاوتلاينز بتاعته سريعا كده عشان نفهم انا كتبت ايه، هو هتبص هتلاقيه متقسم لسيكشن، لكذا سيكشنز، في الرول، في تاسك، في الكونتكست، في الانستراكشنز. فما قلتلوش كرييت كذا كذا كذا، لا انا قلت له الرول بتاعتك انت يا AI انت دلوقتي بتمثل ايه. فقلت له انت دلوقتي you are an expert PICU consultant in the NHS with more than كذا كذا experience. التاسك بتاعتك ده الحاجه اللي انا عايزها منك. انا عايزك تعمل لي ايه؟ انا عايزك use الاتاتشد فايلز اللي فوق دول وكرييت a 7-minute presentation about the pathophysiology بتاعت البيدياتريك ARDS. ايه بقى الكونتكست؟ ده مهم جدا الكلام ده. الستراكشر ده مهم خالص، لان ده اللي بيحول الاي اي من حد هيديلك very superficial and vague and general output لحد very very expert to niche. هو هيطلع لك output tailored بالظبط على الحاجه اللي انت بتدور عليها، لان الاي اي ده هو طاقيه اي حد بيلبسها بيبقى الشخص ده. فانت محتاج توصف كويس قوي انت محتاج ايه عشان تلبسه الطاقيه الصح. في الحاله دي هو ده الوصف. تديله الرول بتاعته انت عايزه يبقى ايه، تديله التاسك ايه الجول اللي انت عايزه يطلعه لك، تديله الكونتكست تعرفه هو ايه السين ايه الانفايرمنت اللي انا فيها. فانا هنا قلت له ان الجول بتاع البرزنتيشن ده ان انا هدي 5 ل 7 دقايق اوفر فيو عن الباثوفيسيولوجي بتاع المرض ده as an introduction to an open discussion. فهو دلوقتي فهم هو الكلام على ايه واحنا هنتكلم على ايه بالظبط. وبعد كده اديت له further instructions عشان يبقى more يعني accurate في الاوتبوت اللي هيطلعه لي. بدون ما اجو ثرو كل الديتيلز دي خليني اوريكم. هو دلوقتي طلع لي الاوتبوت بتاعه هنا في الويندو دي. الويندو دي فيتشر مهمه جدا جدا اسمها كانفاس. خلينا نشوف بنعملها ازاي. انا دلوقتي لو هاجي اتكلم مع تشات جي بي تي بروح في الجزء بتاع الشات ده اللي هو تحت خالص وبكتب اللي انا عايزه هنا وبدوس انتر. بس انا عايزك بدل ما تعمل كده هتيجي هنا تختار مور وبعد كده تختار كانفاس ده وبعد كده تكتب السؤال او الكويري او البرومبت بتاعتك. طيب ليه ده مهم؟ ليه ده كويس؟ علشان ده هيطلع لك الاوتبوت بدل ما هتطلع لك بالشكل اللي انت شايفه ده كلام وثريد والمسج تفضل تنزل وبعد كده انت كل مدى تسال سؤال رد يبقى تحت وهكذا والوقت يمشي معاك بالطريقه دي. لا هو هيطلع لك الاجابه بتاعته في كانفاس في بورد كده اللي هي الجزئيه السوداء دي. والقوه بتاعتها ان انت اكشلي ممكن تاديت الاوتبوت ده في
في مكانه في وقته، مش محتاج further يعني كلام تحت الثريد ويطول عليك الهيستوري والشات. هو انت ممكن اكشلي تedit ده هنا. ازاي ممكن اعمل كده؟ اولا انا ممكن اكتب اغير وات ايفر انا عايز اعمل ايه زي ما انا شايف، وده هيفضل وات ايفر انا الاديتس اللي انا عملتها سواء انا contributed myself manually وكتبتها بايديا ده هيفضل، او اجي هنا مثلا وهايلايت الجزئيه دي وهنا اسك تشات جي بي تي زي ما انا شايف واقول له مثلا expand او وات ايفر برومبت انا عايزه. هو هنا يعمل ايه؟ هنا هيأديت السكشن ده بس وهيخلي لي بقيه الفايل زي ما هو، ودي قوته. في الطبيعي انا لو ما استخدمتش الكانفاس ده هو كان هيعمل الاديت ده باضافه ان هو يكتب كل حاجه تاني ويفضل ينزل معايا تحت، وهي elongate الثريد بتاعت المسج بالطريقه دي. زي ما انا شفت هو عمل edit already there and then، والفايل ده جاهز معاك، ممكن تعمله شير بالطريقه دي او ممكن تعمله كوبي او ممكن ايفن تعمله داونلود. في الحاله دي انا عملت داونلود لوورد فايل زي ما انا شايف عشان انا هستخدمه، فانا عايز اكستراكت ده. هو خلي بالك الاوتبوت اللي طلعه لي من شويه ده كان اوتلاين، ما كانش البرزنتيشن كلها، الحاجات الباك بون اللي انا هبني عليها برزنتيشن. طيب انا جيت دلوقتي انا عملت الاديتس بتاعتي واتاكدت انه ده ماتشنج بالظبط يعني الفاينل اوتبوت اللي انا متخيله او عايزه. هروح فين؟ نوت بوك الم، هاجي في الريسورسز هابلود كذا حاجه. اولا ابلود الفايل اللي هو generated by ChatGPT اللي انا هعمل له برزنتيشن دلوقتي، بلس ودي نقطه مهمه الاوريجينال ريسورسز بتاعتي اللي انا اصلا استخدمتها عشان اجنريت الاوتلاين ده. طيب هاجي هنا وهروح معلم، طبعا هانشيك كل حاجه وهعلم على الفايل اللي انا لسه مطلعه من شات جي بي تي بس، وهاجي استخدم فيتشر قويه جدا في الاستوديو هي السلايد ديك. هاجي على البن ده ومن هنا برضو اقدر اكستمايز زي ما شفنا ديتيل ديك ولا بريزنتر سلايدز. والفرق ما بين الاثنين ان في الديتيل ديك بيطلع لك الاوتبوت اللي هيطلع لك هيبقى containing كل الوردنج اللي انت حاطه في الريسورس بتاعتك هيطلع في البرزنتيشن. بريزنتر سلايد هو هيجنريت فيجوالز وهيكت كل الفلاف والكلام اللي ملوش لازمه او اللي ممكن يعني يبقى كات ويبقى transformed into a visual. يعني طبعا هنا ممكن تختار اللانجوج زي ما شفنا، اللينث ممكن default or short سوري وممكن تحط further instructions، وهنا ممكن تجايد ايه الثيم اللي انت عايزه، عايز الالوان شكلها عامل ازاي بتاعت البرزنتيشنز، عايز الفيجوال ثيم بتاعك يبقى ايه، هو كرتون ولا رياليستيك ولا وات ايفر. تقدر انت تحط الكاستم انستراكشن زي ما انت عايز. انا هنا عملت تو فايلز، واحد اللي هو الديتيل ديك والتاني بريزنتر سلايد علشان نجراسب الايديا. طيب انا هنا ما عملتش اي حاجه، هو اللي عمل ده، وده يونيك كونتنت يو دونت نيد تو ريفرنس اي حد. هو طبعا ممكن اوف كورس هتقول ان ده يعني generated by AI، بس هنا مفيش كوبي رايتس لان ده هو مش كوبي وبيست من حد، هو ده uniquely generated content. اخذت مني اقل من ساعه عشان اعمل كده، في حين ان انا لو كنت بحاول اعمل ده بالconventional ways يعني كانت هتاخد مني ايام وايام، وصعب جدا كانت تطلع بالجمال ده وقد كده معبره. طيب لو شفت الفايل التاني هنا ده البريزنتر سلايد مود، وده اللي هو المختصر ما فيهوش كلام كتير mainly visuals. زي ما انا شايف السلايدز very clean very neat main visual very few text. اتفضل. سؤال حلو. هو علشان انا بص، انا الاول عملت اوتلاين والاوتلاين ده بيوصف الفيجوالز دي. هو نوت بوك ال ام هو بيرد عليك فقط من الريسورسز اللي انت جايبها له اوريدي. فانا الريسورسز او البيبرز دي هي دي رو ماتيريالز. هو انا لو حطيتها له قلت له اعمل لي برزنتيشن مش هيعملها بالشياكه دي. انا استخدمت تشات جي بي تي وسيط في النص از برين ان هو يمسك الثلاثه بيبرز دول ويعمل لهم ريستراكشرنج ويطلع لي اوتلاين للبرزنتيشن، وانا اديت معاه واتاكد ان ده الاوتلاين بالظبط اللي انا عايزه. بعد كده الفايل بتاعي بقى جاهز، بقى فيه تكست ديسكريبشن لكل سلايد. لو بصيت في الفايل اللي انا طلعته من شات جي بي تي سلايد 1
وكاتب فيها الكونتنت بالفيجوال ديسكريبشن. ودي ميزه شات جي بي تي، ان هو وصف لي الصوره دي. هو انا الصوره دي ممكن ما اعرفش اوصفها. لو انا بتكلم نوت بوك قلم دلوقتي، انا هقول له ايه عشان يطلع لي صوره بالجمال دي؟ هنا ده دور شات جي بي تي. انا جايدد شات جي بي تي يعمل ايه، قلت له انا عايز ايه، فراح هو عمله لي. وبعد كده جيت قلت له في الكانفاس لما شفنا ده حلو وده وحش، لا غير لي دي، غير لي الالوان، غير لي الوردنج، شيل البارت ده خالص، ضيف وات ايفر. انا ضفت حاجات مانوال، اتاكدت ان الفايل بتاعي نيت ومنمق ومنظم، وديته لنوت بوك قلم. هو برودكشن سبيس نوت بوك قلم، استخدم ده. بس ده كان التكست الاول كان ريدي فور برودكشن، انما البيبرز هم رو ماتيريال، ما تقدرش تبروديوس برزنتيشنز بالجمال ده على طول. هو ساعتها لو عملت كده هو هيطلع لك فيجوال ريبريزنتيشن للبيبر نفسها، مش لبرزنتيشن انت ممكن تديها للطلبه او لهويفر على حسب الكونتكست بتاعتك. فانا هنا استخدمت شات جي بي تي في النص عشان احط الكونتكست ده واستخدمه في الانجينيرنج بتاع الفايل بتاعي، علشان ادخله في السبيس ده بتاع البرودكشن ويطلعه لي بالجمال ده زي الفل. على حسب انت طلبت ايه. بس اللي عايز اقوله يعني مثلا دلوقتي انا انت لو فتحت، هو انا غالبا هو ده السورس الريسورس بتاعي، ده البيبر. البرزنتيشن اللي هيطلع عن البيبر بالاحصائيات بتاعتها. فاهم اقصد ايه صح؟ بالكونتنت بتاعها هو. لان النوت بوك قلم هو ما بيفكرش بره الصندوق، هو انت بتديله في الصندوق وبيفكر جواه. الصندوق ده الريسورس اللي انت عملت له ابلود على السبيس دي. فهو حلو قوي 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 از ريفرنس تول، بيرفرنس ايه الريسورسز بتاعتك اللي انت حاططها بالشكل اللي عليها. في عندنا بقى thinking tools like ChatGPT و others ممكن تستخدمهم حلوين قوي في general knowledge، ان انت بقى تموديفاي حاجه، ان انت تقول له انا عايز اعمل برزنتيشن بس مش متصور الفيجوالز ممكن تبقى شكلها عامل ازاي، فاديله ريفرنس واقول له من دول اديني اوتلاين للبرزنتيشن بتاعي هيبقى عامل شكله عامل ازاي. فاهم ازاي؟ وهنا بقى كانت جت قوه البرومبت اللي وريته لك بتاع الاستراكشر بتاعه، ان انا اديته رول واديته كونتكست واديته تاسك. انا مش عايز امشي ورا كل حاجه بس عشان ده هياخد ده هو، بس عشان كده قلت لك you need to get the idea، وبعد كده هنطبق ده ستيب باي ستيب بعدين. بس انا كنت عايز نلمس الباور بتاع الاوتبوت اللي ممكن يطلع لي هو عامل ازاي، وده في قد ايه وقت مقارنه بلو عملت كده conventionally كنت هاخد قد ايه، والفاينل اوتبوت شكله عامل ازاي جماليا مقارنه باللي طلع لي ده. فيعني it's mind blowing يعني. طيب انا كمان ممكن اجنريت اكشلي كويز على نفس الكونتنت واضيفه للبرزنتيشن بتاعتي، او بيبقى از حاجه كومبلمنتري وتساعد الليرنينج اكسبيرينس اللي انا بعملها. طيب سوري، نرجع للورك فلو. ده بالظبط اللي احنا عملناه. احنا الاول gathered high quality resources البيبرز، وبعد كده عملنا AI outline او AI guided outline بمساعدتي في الكانفاس. قدرت اشوف ازاي ممكن اديت واكسباند واغير واريس واعمل الكلام ده بسرعه وبسهوله، وعملت الريفايننج للدبث والريليفنس بتاعي، وبعد كده حطيته في في نوت بوك LM علشان اكرييت الفيجوالز والبرودكشن. وطبعا ما انساش ان انا اي حاجه طالعه لي اقدر من نوت بوك LM اتاكد من صحتها، لان انا عندي سايتيشن. فانا هنا لو جيت شفت في الورك فلو ده، انا طلع لي الاوتبوت صح. في الاوتبوت مثلا اللي طلع لي كان مكتوب الكاسكيد بتاع PARDS. جيت انا في الشات، انا مثلا خليني اقول انا مش متاكد هو بالظبط الكاسكيد ده كان مكتوب في البيبرز بتاعتي ولا لا، لان انا رحت كذا مرحله صح. بس انا جيت بقى انا قلت له قول لي بقى ايه الكاسكيد بتاع PARDS، راح اداني كلام اهو اوتبوت صح. اقدر اجي على السايتيشن دي دبل كليك، هتوديني بالظبط للحته في البيبر بتاعتي اللي انا حاطط. عشان كده انا حطيتها في الريسورسز عشان افاكت تشيك الاوتبوت اللي طالع لي ده مع نوت بوك LM، عشان نوت بوك LM قوته الحقيقه تكمن في النقطه دي، ان هو يقدر يريفرنس وات ايفر ريسورسز انا حطيتها، واقدر افاكت تشيك الكلام ده معاه. وده اللي بيساعدني لو انا قاعد في الكلينيكال سيتنج اتاكد ان الاوتبوت اللي طالع لي ده مش هالوسينيشن. طبعا انا لو عملت كده conventionally او manually
هفتح الكتاب وافضل ادور في الصفحه و it will take يعني forever عشان اعمل كده. طيب نرجع تاني للتوك بتاعتنا. مشينا على الورك فلو. هنا دكتور سليمان بعد ما مشي على الورك فلو بتاعنا وقدر يدي البرزنتيشن بتاعته في الميعاد المظبوط بنفس الهاي كواليتي ستاندردز بتاعته، وما احتاجش يلغي حاجه من وقته لان it didn't take too much time منه علشان يعمل كده. عشان الدنيا مش كلها طبعا ورد، زي ما اي تكنولوجي ليها مزايا كبيره كمان اكيد ليها مشاكل. خلينا نتكلم سريعا كده عن ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا وازاي نتعامل مع التشالنجز دي. اكبر مشكله هتقابلنا ممكن تقابلنا على نوت بوك ال ام هو الريسورس مانجمنت. احنا شفنا ان احنا هنا ممكن نحط ريسورسز. هو انا ممكن احط قد ايه؟ طب والريسورس الواحد هو ممكن يبقى حجمه بير ريسورس قد ايه؟ هل ده relevant؟ very relevant. لان انا لو فور اكزامبل حطيت ريسورسز كتيره جدا جدا في نفس النوت بوك، او حطيت ريسورسز فيها contradictions، ودي نقطه مهمه. لو انا حطيت تو فايلز الكلام اللي فيهم متناقض، احنا اتفقنا ان النوت بوك ال ام ما بيفكرش بره الصندوق، يعني هو هيرد عليا من الكلام اللي انا مديهوله. فالكلام اللي انا مديهوله لو هو اصلا فيه contradictions ومتناقض اكيد الاوتبوت مش هيبقى كويس. كمان لو الريسورس بتاعتي الفايل الواحد مثلا انا حاطط له تكست بوك 7000 صفحه، كل دي حاجات تخلي نوت بوك ال معرض ان هو يغلط او يطلع لي اوتبوت ما يبقاش as accurate as I want. عشان كده عملت لكم التشيك ليست دي، ممكن نرجع لها واحنا وماشيين على الورك فلو دي عشان نتاكد ان احنا ماشيين مظبوط وما نقعش في المشاكل دي. اولا نتاكد ان الريسورسز بتاعتك هي تراستد، هي حاجه كريديبل واقدر اجنريت عليها اوتبوت اخد عليه اكشنز. تاني حاجه you have to keep النوت بوكس بتاعتك نيش وسبيسيفيك، يعني ما اعملش نوت بوك واحده للجنرال بيدياتريكس. انا عارف ان النوت بوك دي مثلا هتساعدني في emergency room مثلا، فهحط resources relevant للنيش ده واستخدمها بس في الاستخدام ده، وتقدر تبلد بقى زي ما انت عايز. بس the more niche و the more specific your notebook is the better the outcome it would be. طبعا طبعا ما تروحش تستخدم thinking tool as a ChatGPT لحاجات very critical انت محتاجها زي dosing management، الحاجات اللي لو طلعت ممكن اكيد مش تبقى عارف الريسورس بتاعها جايه منين ومش تقدر تاخد عليها اكشن، بس تقدر تستخدم نوت بوك ال في ده لان انت عارف هو جايب الكلام ده منين. اخيرا طبعا لازم تبقى عارف انه اي حاجه انت بتعملها you have to be responsible for. just a reminder. طيب هنا خليني اسالكم سؤال مهم. مين هنا جا من القاهره؟ يرفع ايده. واحد بس. طب مين جاب القطر؟ حلو. طب مين جاب الطياره؟ القطر بياخد حوالي 13 ساعة، الطيارة بتاخد ساعة وربع. الفرق ده مش ضعف ولا 2، ده 10 أضعاف. هو ده بالظبط الفرق ما بين اللي هيستخدم ال AI في شغله واللي هيكمل بالconventional way. عشان كده أنا بشجعكم نبدأ النهاردة. اختار work flow يكون مناسب ليك ولشغلك، طبقه وشوف النتيجة. طبعا انا عارف ان احنا سمعنا حاجات كتير وشوفنا حاجات اكتر، وغالبا شويه overwhelmed وغالبا مش فاكرين اي حاجه من اللي قلناه، وده طبيعي جدا جدا. عشان كده عملت التليجرام جروب ده عشان يبقى كوميونتي للليرنينج جيرني دي. عليها يكون ابديتس بخصوص relevant لينا مش في العموم. عليها يكون ورك فلوز تانية ليوز كيسز تانية احنا بنستخدمها غير دول باضافه لدول، وهيبقوا كلهم work through step by step. كمان هيبقى space تقدروا تسالوني عن اي حاجه challenging ممكن تقابلنا في الجيرني دي علشان ان شاء الله نبيلد سوا. تقدروا تجوين الكوميونتي ده من الكيو ار ده، والكيو ار اللي على الناحيه اليمين هو materials و resources الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده including الورك فلوز اللي شفناها. وات ايفر اللي احنا شفناه النهارده ده وهنقدر نعمله على الموبايل من نفس الابلكيشنز، بس ما بلاش نستخدم الابس، خلينا نستخدم الويب سايت بالاخص في نوت بوك ال ام على الموبايل تحديدا، هيطلع نفس الاوتبوت. الورقه دي قدامنا الغرض منها ان هي تساعدنا ان احنا ناخد الاكشن ده النهارده. انا عايز كل حد يجاوب بالسؤالين دول: ايه اكتر حاجه بتاخد وقت في يومي؟ وايه الورك فلو من الثلاثه دول اللي انا شايف انه ممكن يساعدني لو طبقته حالا؟ اختار وابتدي. عندك الكيو ار كودز، هتلاقي السبورت اللي احنا محتاجينه، ويلا بينا نشوف الاختلاف اللي ممكن يبقى موجود.
اخيرا قبل ما اخد اسئلتكم انا عايز انهي بحاجه. هو الغرض من الورك شوب دي مش بس ان انا استخدم AI في شغلي، هو اكشلي الغرض الحقيقي ان انا ارجع جزء كبير من الوقت اللي انا بقضيه في الاكتيفيتيز دي، ارجع وقت عشان اقدر استغل الوقت ده في ان انا ابقى اكتر موجود مع اهلي ومع احبابي ومع اصحابي، ارجع الوقت ده عشان استغله ان انا ابقى موجود ايفن مع نفسي وريفلكت اكتر في وقت كله زحمه وكله distractions. شكرا لكم.